فرحي باظ وعربيتي ولعت وملحقتش اتحنى بأي حاجة وتليفوناتنا كلها ضاعت واتبهدلت. المشكلة كده لا هو زي الفل بقول احنا هنقلبها مشاكل فرح مش هينفع. ايوه هنعمل مشكلة فرح العيال حرام من جيلنا وانتوا. شكرا يا كروان، ده ما يرضيش ربنا ان احنا نيجي من سفر عشان خاطر نحضر الفرح بتاعك يا كروان ويحصل فينا كده، ده ما يرضيش ربنا. قلت لك من الاول ما كناش ولا ينفع. وبالله يجي من الاقصر يتبهدل اللي اتبهدل واسيب 3 اعلانات النهارده عشان خاطرك واتبهدل كده ما ينفعش. ليه المهزله اللي شفناها في فرحك دي يا كروان؟ قد العزومه ما كنتش عزمت. جايين من سفر ما كنتش قلت انا عازم البلوجراف. يعني احنا كده واتبهدلنا. يعني جايين من الاقصر واتبهدلنا كده ليه يا كروان يا اخي؟ اتكلم معاهم اوليكم دليل باثبات كروان مسك. احنا جايين من سفر عشان نحضر فرحك وانت عزمتنا، طالما انت مش قد الفرح ما كنتش عملت، لو انت مش قادر تحكم فرحك ما كنتش عملت وكنا نتبهدل وناس تتلزق فينا وده يخش وده يخش. ليه يا كروان كده؟ فين الجردات وفين الحمايه بتاعت الفرح؟ احنا كنا في قاعه المسا اللي في الفور سيزون في شبرا وبالله اتبهدل معانا وده يعمل وده يعمل وده يعمل. تعالى بصوا يا جماعه كده عشان تفتكروا ان احنا بنحور، جايين من سفر. تعالى يا بالله وريهم بصوا الشنط. اوليهم بس تعالى يا بالله خد يا بالله اوليكم دليل بسوا. تعالوا بصوا يا جماعه الشنط. بصوا الشنط يا جماعه، بصوا الشنط وجايبين العيش معانا واكلنا وشربنا. اسمعكم حاجه، جايين من سفر عشان نحضر فرحك يا عم كروان نتبهدل كده. استني اسمع حاجه. كلبي اسمعوا عشان اهو اللوكيشن اهو. هتيجي ولا لا؟ مستنيكوا اروح قلبي. يعني في اثبات وفي دليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذه النبوءات تتحقق، وبات الحمق والكذب والضلال واضحا وشائعا، ويصدق الكاذب وكأنه صاحب الحق المبين. وكيف لا يخدعون وقد انساق الناس في شهواتهم كما تساق المواشي بعصا الراعي. لقد أسموا التبرج والتعري فنا، والرقص والمجون استعراضا. فقد صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. فنحن نشهد الآن كيف يصدق الكاذب ويكذب الصادق، وكيف ائتمنوا الخائن وخونوا الأمين. ائتمنوا الخائن الذي خان دينه وخان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فها هو الأمين يخون الذي كان ينادي لهم في الظلمات: أفيقوا فقد اقتربت الساعة واقترب وقت الحساب.
فها هو السكير المغني سفيرا للخطاب بين الناس، وها هم المنافقون والمنافقات أسيادا على العباد. فهذا ما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرويبضة.